الخطاب اللي كلشي كيكستناه البارح بالليل، ترامب قلب طويله على اوروبا وهدد ايران باش يرجعها للعصر الحجري، وفي المقابل ايران ما سكتتش وردت اليوم الصباح بقوه وضربت اسرائيل بصواريخ عنقوديه. المهم تبعوا ما يحتى الاخير باش عرفوا اخر المستجدات. نبداو بالحدث الابرز، خطاب رئيس دونالد ترامب من البيت الابيض. هذا الخطاب دام تقريبا 19 دقيقه وكان عامر بالرسائل مباشره. ترامب بدا الخطاب ديالو بلهجه ديال المنتصر وقال بلي القوات الامريكانيه حققت انتصارات كاسحه وحاسمه وسارعه في ميدان المعركه. ترامب قال بالحرف اليوم البحريه الايرانيه ما بقاتش موجوده وتدمرت كليا، السلاح الجوي ديالهم ولا في خبر كان وفي حاله خراب، والقياده ديالهم اللي كانوا كيقودوها انظمه ارهابيه راهم دابا ميتين. واكد بلي امريكان دمرت القدره ديال ايران باش تصنع قنبله نوويه، وقال ما غاديش تكون عندهم قنبله نوويه وهذا الهدف راه تحقق منه. والغريب في الامر هو ان ترامب قال بلي ما مسوقش اليورانيوم المخصب اللي مخبيه ايران تحت الارض، وقال بلي غادي يراقبوه غير بالاقمار الاصطناعيه. ترامب قال حنا عمرنا ما قلنا باغيين نديروا تغيير النظام، ولكن تغيير النظام راه وقع فعلا في الارض بسبب موت كاع القاده الاصليين ديالهم. كيقصد المرشد علي خامنئي والقاده الكبار اللي تقتلوا بالضربات الاولى. وزاد قال بلي المجموعه جديده اللي شاده الحكم دابا اقل تطرفا كثير واكثر عقلانيه. يعني ترامب كيعتبر بلي راه طيح النظام القديم وجاب نظام جديد كيقدر يتفاوض معه. رغم هادشي كله ترامب اكد بلي الحرب مازال ما سالاتش، قال بلي غادي ينسحبوا من ايران في ظرف 2 حتى 3 ديال الاسابيع، ولكن عطى واحد التحذير، قال غادي نضربهم بقسوه شديده خلال هاد الاسبوعين او 3 اسابيع الجايه، وغادي نرجعوهم للعصر الحجري في كنتاميو. ترامب هدد الى ما تدارش شي اتفاق قريب القوات الامريكانيه غادي تضرب كاع محطات توليد الكهرباء ديالهم بقوه في وقت واحد. واكبر صدمه في الخطاب كانت موجهه لاوروبا. ترامب هضر على مضيق هرمز اللي حابس في ايران 20% من نفط العالم، وقال بكل بروده حنا ما محتاجينش البترول ديال الشرق الاوسط وما محتاجين حتى حاجه من عندهم، حنا تما غير باش نتعاونوا مع حلفائنا. وزاد قال بلي الامريكان ما غاديش تكلف راسها باش تفتح مضيق بالقوه، وقال لاوروبا والدول اللي محتاجه البترول خصكم تبينوا شويه ديال الشجاعه المتاخره وتمشيو تاخذوه لراسكم. ترامب صرح بوضوح بلي داكشي اللي غيوقع في المضيق الامريكان ما عندها حتى علاقه به، وغادي تخلي الدول تدبر راسها، اما هو صافي عمل النفط ديال فنزويلا في جيبو. من بعد هذا الخطاب الاستفزازي ايران اليوم في الصباح خدمت الماكينه الدبلوماسيه والعسكريه ديالها. الرئيس الايراني مسعود بيزكشيان اختار يتجاهل ترامب ووجه رساله مفتوحه مباشره للشعب الامريكاني. بيزكشيان قال لهم بلي استهداف البنيه التحتيه والمدنيه بحال محطات الماء والضوء راه كتعتبر هجوم مباشر على الشعب الايراني، وحذر بلي هذه الافعال غادي تكون عندها عواقب كتمتد لابعد من حدود ديال ايران بكثير. هذه رساله كتعني بلي المصالح الامريكانيه في العالم كامل تقدر تولي في اي لحظه هدف مشروع. والمتحدث باسم وزاره الخارجيه اسماعيل الباقائي خرج حتى هو اليوم وصرح بلي طهران ما عندها حتى خيار من غير انها ترد وتقاتل بقوه. وزاد اكد بلي ايران ما غاديش تسامح او تقبل بهذه الدائره المفرغه ديال الحرب والمفاوضات ووقف اطلاق النار، ووصف الوضع بانه كارثي ماشي غير على ايران ولكن على المنطقه والعالم كامل. وهذا الشيء كيعني انهم مستعدين لكاع السيناريوهات على رد التهديد ديال ترامب باللي غادي يضرب ايران بقسوه في هاد 2 اسابيع اللي ما جا. ترامب كان قال بلي ايران هي اللي طلبت منه وقف اطلاق النار. اليوم متحدث اسم الخارجيه الايرانيه اسماعيل الباقائي خرج وقال على هذه الهضره ووصف الادعاءات ديال ترامب بانها كاذبه ولا اساس لها من الصحه. ووزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي اكد اليوم بلي ايران ما كتقلبش على وقف اطلاق النار بل كتقلب على انهاء كامل الحرب، وبلي المفاوضات مستحيله حيث مستوى الثقه في امريكان تحت الصفر. المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء ابراهيم ذو الفقاري خرج اليوم ورد على ترامب اللي قال بلي دمر كاع الاسلحه. ذو الفقاري قال بلي داكشي اللي ضربته امريكان لا قيمه له، واكد بلي ايران مازال عندها مخابئ سريه كبيره ديال الاسلحه والذخيره ومرافق الانتاج تحت الارض ما طاحتش عليها امريكان، وهذا الشيء باش ياكدوا الداخل الايراني بلي المقاومه مازال مستمره. اما بخصوص مضيق هرمز، ايران خرجت اليوم قرار رسمي قالت مضيق هرمز غادي يبقى مفتوح في وجه الملاحه العالميه، ولكن غادي يبقى مسدود كليا في وجه اعداء الشعب الايراني والقواعد الاقليميه ديالهم. يعني الخناق غادي يبقى مضروب على امريكان واسرائيل وكاع الدول اللي كتعاونهم. ومن بعد الخطاب ديال ترامب ايران طلقت 4 ديال الموجات صاروخيه متتاليه باتجاه اسرائيل مستعمله صواريخ محمله بقنابل عنقوديه. هاد الصواريخ طاحت اليوم في مدينه بني براك الاسرائيليه وتسببت في اصابه 4 ديال الاشخاص. اسرائيل لقات راسها اليوم مجبره باش تقتصد في الصواريخ الاعتراض ديالها بحال القبه الحديديه حيت المخزون بدا كيقل والضغط كبير. وايران باقا كتستهدف قواعد امريكانيه في دول الخليج. وزاره الدفاع السعوديه اعلنت هذا الصباح اليوم انها قدرت تعترض وتطيح 5 ديال الطائرات المسيره وصاروخ باليستي واحد طلقتهم ايران. وحتى الامارات اكدت اليوم باللي الدفاعات الجويه ديالها تصدت لتهديدات باليستيه والدرونات كانت قاصده الاراضي الاماراتيه. وهذا الضرب الصاروخي في هذا الوقت بالضبط كيبين باللي ايران اختارت ترد في الميدان ماشي غير بالهضره، وهذا الشيء اللي كيزيد من الاحتمال ديال التصعيد كبير اللي غادي يكون في هاد 2 اسابيع اللي ما جا. وردا على ترامب اللي قال اوروبا سيروا فتحوا مضيق هرمز لراسكم، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللي متواجد حاليا في كوريا الجنوبيه خرج اليوم وصرح باللي من غير واقعي تماما تفكير في شن عمليه عسكريه باش تفتح مضيق هرمز بالقوه. هذا الشيء كيبين باللي الخوف كبير ديال اوروبا من
التورط في حرب بحريه مباشره مع ايران اللي تقدر تقطع الطاقه عليها بصفه نهائيه. خلاصه القول، ترامب باغي يخرج امريكان من هذا المستنقع في ظرف 2 سيمانات وكيدعي بلي دمر قدرات ايران، ولكن الواقع في الميدان كيبين بلي ايران مازال قادره تضرب اسرائيل والدول الخليج، وحزب الله مازال كيقتل الجنود الاسرائيليين في جنوب لبنان اللي كتعرض دابا لدمار شامل بحال غزه. دابا لكم واحد السؤال، واش بصح امريكان غادي تنسحب وتخلي اوروبا توحل مع هذه ازمه البترول في مضيق هرمز؟ وشنو غادي تكون رده فعل ديال اسرائيل الا خرجت امريكان من الحرب؟ خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات.